مبروك كسبت. بتتبعت لك رساله على الايميل او بتشوفها في اعلان او بتجيلك مكالمه دوليه او بتتبعت لك على الواتساب. حط فلوس تاخد اكتر، شويه مهمات صغيره هتكملها وتكسب فلوس اكتر. ما هو الطماع يحب النصاب. فترة وهتروح مش هيأس وهقوم من تاني، ههرب من الحاجة اللي تاخدني للشر عشان مش مضطر افضل مجروح. فترة وهتروح علشان انا طول عمري بعافر، مش هضعف وهحاول اجرب من ربنا اكتر اتقرب ولديني اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي. لو لأول مرة بتشوفوني على اليوتيوب فأنا علي قدور، وده برنامج نقطة ومن أول السطر. انضم لعيلتنا على القناة واعمل اشتراك وسيب كومنت وفعل زرار الجرس وسيب لي لايك. تعالوا نبدأ ونخش في الموضوع. بعدك عن ربنا وهدفك للمكسب السهل هو اللي بيخليك تبقى أرض خصبة يستثمروا فيها أولاد الحرام. شاب بتبدأ حياتك في الظروف الصعبة اللي كلنا فيها، وعلى طول بتسمع إن في حد بيقول لك أنا عايز أتجوز جوازة حلوة، أنا عايز أعمل فلوس، أو ممكن أمشي ورا طريق كذاب وهوصل لحاجة. أهم حاجة هو عايز يعمل فلوس ويكبر. وفكرة إنه يعمل فلوس بالطريقة السهلة هي بقت فكرة سلبية وبتدور في نص الجيل. تعال بقى أقول لك على الطعم اللي بيصطادك بيه. رقم بيتصل بيك على التليجرام أو بتجيلك رسالة على الإيميل بتاعك أو بتشوف الإعلان بتاعه على أي منصة في التواصل الاجتماعي. ألو، إحنا شركة كذا هنغير حياتك. عينك هتلمع وتقول إيه ده بقى، فتروح مبتسم وتقول طاقة القدرة تتفتح. طبعا حياتك متكعبلة وعايز تتجوز أو عايز تفتح مشروعك وتبني حياتك، وعارفين أنت إزاي وقد إيه واقع ومحتاج وعايز حد ينجدك. حول فلوس، هتدخل مهمات هتكسب اضعاف. هتبدا المهمه ديت وتبدا ان انت تخش في المشوار، وهيبداوا معاك من تحت كده حتى لو ب 100 جنيه. هتبعت ال100، هتخش المهمه السهله، تعدي المهمه تكسب 300. مبروك كسبت. فرحان وبتتنطط وبتتزقطط وهتقول لكل الناس انت عملت ايه. هتخش على المهمه اللي بعديها، هتحط 1000 تكسب 3000، بشرط انك تكمل المهمات كلها. طب انت معاك 300 لسه كاسبهم، هتجيب الباقي منين؟ هتدخل على حد من اهلك او في شغلك او من صحابك، وهتفضل تدور لحد ما تجيب. تاخد ال1000 تحولها تكسب 3000، تسد الفلوس اللي استلفتها وتاخد الباقي وتحكي للي اخدت منه القصه وتشغل له دماغه، يبدا يديك اكتر. طب ما تاخد كتير يا صاحبي وكسبني معاك. تخش عليه تقول له ايه، تعالى يا معلم. تبدا تاخد منه اللي شايله كله او محوشه او جمعيته، او هو كمان يستلف ويدخل معاك في الدوام. طب نرجع بقى لورا للزبون، ما هو شغال الله ينور لحد ما التاني ما يجيب له فلوس. الزبون بقى بيحط ال2000 وياخد ال5000 ويحط ال5000 ويروح جاي واخد ال10000 وال10 يبقوا 12 وهكذا، لحد ما اخواتنا البعدة بتوع البرنامج دول يروحوا جايين خابطين الخبطه الاخيره. هتخش في التقيل يا معلم، حط ال20000 تاخد ال70000. هيخش في التقيل معاهم ويجيب ال20000. للعلم ممكن يكون مستلفهم من 10 12 15 بني ادم وبيلعب بفلوس الناس. والعب يا جن وخد المكسب وادي لكل واحد فوق فلوسه نفحه. مره ورا مره المبلغ بيكبر. وخلي بالك الناس دي ليها سقف وليها خطه وليها طريق ماشي عليه. دي حسبه يا ابن الحلال ومعروفه ومحسوبه. ويبدا المبلغ يكبر وتكسب، يكبر وتكسب لحد ما تاخد الصدمه. مهمه من المهمات في نص الطريق، حط مبلغ لا انت عمرك مسكته في ايدك ولا هتقدر عليه، عشان تكمل المهمه وتاخد المكسب الكبير قوي اللي انت عمرك ما شفته، او ممكن من وجهه نظرك هو ده اللي هيغير لك حياتك كلها. فتبدا تدور على حد يديك المبلغ. من حظك الاسود لو جمعت المبلغ ده هتحطه، هيقفوله. كمل المهمة عشان تكمل. طب المهمة دي ايه؟ المهمة دي انك تحط فلوس اكبر عشان الجايزة الكبيرة، ومعاك وقت. الوقت دوت ما انتش عارف تجيب خلاص والناس واقفة لك على فلوسها، هتعمل ايه؟ تبدأ من هنا المشكلة. هوب خناقة، هوب حكاية، هوب قتل، هوب سجن الى اخره. وخلي بالكم الموضوع ده بقى زايد قوي الايام دي. يا ريتني ما بتنفعش ولا الندم. هو بالعقل كده يا مؤمن، في حد تحط عنده فلوس يديها لك ضعفها لله في لله كده؟ هو ايه الغباء ده؟ ده هو بس بيجيب رجلك في الاول، تحط له مبلغ صغير يديك مبلغ كبير. وانا بتكلم على برامج كلنا عارفينها او بنسمع عنها. وخلي بالك ان الشركات دي كلها مصرحه وعالميه، وانت يا غلبان لا هتعرف تاخد معاهم لا حق ولا باطل. بس كل اللي تقدر تعمله ده لو ربنا نجاك من المصيبه اللي انت هتبقى فيها،
فيها تقفل السكه دي نهائي وما تستغباش، ولازم تفكر. وخلي بالك دي بدايه دمار، ودمار حياتك بالكامل. في حاجات كده هي اللي بتضطر الشباب انها تخش في القصص دي، غباء زائد قله دين زائد حوجه زائد قمار يساوي حرام مليون في المية. حكاوي كتير ومواقف اكتر، وتاكدوا ان كل كلمه بقولها في الفيديو ده بالفعل حصلت وانا اعرف عنها. والمواقف ديت والحكاوي اللي انا بقول لك عليها ديت او اي حاجه انا سمعت عنها، في منها والله العظيم لحد دلوقتي لسه ما اتحلتش. فانت فوق، ولو انت في المشوار ده امسح الابلكيشن على طول. ولو انت لسه ما دخلتش وشفت الفيديو فبالله عليك اوعى تفكر في الموضوع ده خالص، انت لسه ربنا بيحبك وعندك فرصه. رساله بقى في اخر الفيديو، قرشك بيجي من عرقك، مش كل مره بعقل، عشان لو انت ذكي في اللازكه منه. لا رهانات ولا قمار ولا تداول بيم، حتى لو انت بتكسب برضه مش هينفع، هيجي لك نقطه تغرق فيها. فانزل اشتغل بالحلال بعرق، بس اهم حاجه ما تاخدش قرشك اللي بعرقك وتروح تضيعه مع الناس بتاعت القمار دي، ده انت غلبان قوي. عشان لو اتصلت تاني بنفس الرقم او اتواصلت مع نفس الايميل اللي كلمك ولا هيعبرك، تتنصب عليك يالا واتكلت يا عبيط. فحل مشكلتك بقى انت لو بتشوفني، وانا اسف ما تزعلش مني، انت اللي حطيت نفسك في الموضوع ده. ولو انت لسه ما دخلتش تاني في القصه فخلي بالك لا تجيلك مكالمه او رساله انهم هيقولوا لك مبروك كسبت. ودي كانت اخر حلقتنا في برنامج نقطه ومن اول السطر. ما تنساش اتفرج على ال10 حلقات اللي هتلاقيهم على قناتنا، واشترك وفعل الجرس واستنوا الجديد. سلام عليكم. نقطة ومن أول السطر، حتى ولو كان فاتني القطر، الفرصة الرايحة أكيد يجي غيرها كلها بمعاد. هبقى واحد تاني ومش هقبل أتدمر، لسه المستقبل وأنا لسه صغير وأقدر أغيره على استعادة.